كله رسالة من شاب مصري لكل المصريين، رسالة بمناسبة الدعوة لثورة ثانية، أو كما تسمى ثورة الغضب الثانية، أو كما تسمى. في البداية يا جماعة هسأل سؤالين. احنا هل ثورتنا اكتملت فبنعمل ثورة ثانية؟ السؤال الثاني، احنا بنثور على مين؟ دول سؤالين اتضمنهم الكلمة ان شاء الله. اما السؤال الاول يعني احنا قلنا بنقوم ثورة ثانية، هل ثورتنا فعلا اكتملت؟ يعني هل اللي قتل الشهداء اتحاسبوا وبقينا في عصر يعني حاسبنا الظلم والفاسدين، وبقى في خلاص انتاج وتطور، ويعني عايشين في عصر الحرية والكلام ده كله، وبعدين رجعنا لزمن ظلم تاني فبنعمل ثورة تانية؟ لا يا جماعة، الثورة مش ال 18 يوم ولا ال3 اشهر من ساعة 25 يناير. الثورة من زمان، من أول ما أنت حسيت بالظلم، من أول ما أنت حسيت بالظلم دي كانت الثورة. احسب التاريخ ده. لكن يوم 25 يناير ده كان مجرد إعلان عن غضب المصريين وثورة المصريين. ومن ساعة ما أنت حسيت بالظلم وأنت حسيت بالظلم لسه الثورة ما كملتش حتى الآن، لأن المطالب بتاعتك وبتاعتك لسه ما اتحققتش، بتاعتنا كلنا، بتاعت المصريين كلهم. فاحنا بعترض على ايه؟ على ان احنا نسميها ثورة. الحاجة الثانية، بس قبل ما نخش على الحاجة الثانية، طب ممكن وانت بنسميها ايه؟ لا، ممكن ننزل ونسميها جمعة المحاكمة الثانية. فاكرين جمعة المحاكمة الأولى اللي احنا المصريين عملناها بفضل الله، كان من نتائجها الحمد لله رب العالمين ان الرئيس السابق دخل التحقيق ودخل السجن. فممكن نعملها مليونية للمحاكمة عشان نحجر المحاكمة ونبقى ورا الجيش يلا مجلس عسكري معلش في تباطؤ بس أسرع عشان في خطر، طب في كذا. تمام. السؤال الثاني، احنا بنصور على مين يا جماعة؟ بنصور على الجيش. طيب انا مش بخوف من الجيش وفي نفس الوقت ما نفقش الجيش، لا، ده احنا الشعب قام بثورة، يعني اتعلمنا منها عدم الخوف، وفي نفس الوقت مش هننافق. لكن اقول احنا يا جماعة بنصور على الجيش. الجيش ده رمز للبلد، رمز لينا كلنا، رمز قوة، رمز عزة لينا كلنا. والجيش فيه شرفاء كتير جدا، أكاد أقول إن كله شرفاء. ولكن احنا يعني عايزين نقول كلمة صغيرة. لو احنا صرنا على الجيش، مش في ناس من الجيش هتأيدنا وناس هتعارضنا من الجيش، ده طبيعي تختلف الرأي. ايه اللي يحصل لو الجيش أيد والجيش عارض؟ لازم يحصل انقسام والعياذ بالله، لازم يحصل انقسام. نتجه للمثال القريب ده، مش حاجة غريبة. جنبنا، بص جنبك على الخريطة، حصل انقسام في الجيش الليبي، ناس أيدت الثورة وناس عارضت الثورة، فبقى في ضرب الأسلحة. بقت ليبيا اللي دلوقتي أسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يحررها إن شاء الله. الجيش كله كان مقتنع بحاجة معينة إن هو ضد الثورة. بص جنبك هناك في قارة آسيا على سوريا، الجيش بقى ضد الثوار. احنا عايزين نوصل لأنهي نموذج يا جماعة؟ احنا عايزين نبقى ورا الجيش بالتزاماته اللي الشعب المصري ألزمه بيها، اللي هي ايه؟ اللي هي كانت نتيجة الاستفتاء اللي احنا لازم نحترمها. مش احترمها عشان وجهة نظري نعم او لا، احترمها عشان دي وجهة نظر المصريين من المبادئ الديمقراطية او الليبرالية او الشورى كما تسمى في عصر الليبرالية بقى والحرية، المنادين بالحرية. ان احنا اتفقنا على شيء، لو نسبة 51% قالوا شيء معين وافقوا عليه، ونسبة 49% من مجتمع متماسك وبيؤمن بمبدأ الشورى اعترض عليه، يبقى لازم ال 49% يتبنوا اللي ال 51% وافقوا عليه ويتكلموا بيه كأنهم هم اللي فرضوا رأيه. ليه؟ دي مبادئ الشورى، مبادئ الديمقراطية اللي هي في عصر الليبرالية والحرية اللي يا جماعة الناس بتنادي بيها. لكن ان احنا نرمي بالاستفتاء ده وبالغالبية اللي كان عليها مش بنسبة 51% بس بنسبة 77% وأزيد، قالوا احنا عايزين مجلس شعب وشورى يتكون منه لجنة تأسيسية يعملوا بعدها دستور جديد. نيجي نقول عايزين دستور جديد دلوقتي اهو، وعايزين نأجل مجلس الشعب والشورى. مش من حقك ومش من حقك انك
تعترضي او تعترض على كل النسبة دي كلها. لا لا يا جماعة، نحترم رأي الشورى حتى لو هو مناسب رأينا. أرجو إن احنا نكون فاكرين إن احنا قلنا بثورة، عارفين دم الشهداء ده مش هيروح ببلاش، مش نقوم ثورة ثانية. حاجة بس الأخيرة، إن كلمة ثورة مش عايزين تفقد معناها. كل مجموعة وكل فكر معين أو مبدأ معين هيقوموا بثورة، تقول كلمة ثورة تفقد مصداقيتها. هم لما يقولوا إن عايزين نعمل ثورة، ده مجموعة بتعمل ثورة، فأنا ماليش دعوة بيهم. دي حاجة يا جماعة عايزين نتفق عليها، إن احنا ثورتنا لسه ما كملتش، عايزين نكمل ثورتنا، نعمل اللي يبني بلدنا. وانا لو شايف وجهة نظر دي وسيلة، يعني انت حضرتك سميتيها ثورة، فلو حضرتك شايف ان الناس قالوا لك ان فيها خطر على البلد من ناحية الأمان على الثورة دم الشهداء، أنا أقول لا، ده فيها 1% ممكن يبقى خطر على الثورة، هقول لا. ده لو أنا بحب البلد بجد، وأنا واثق إن أنت بتحب البلد، وواثق إن أنت بتحب البلد، فلازم يا جماعة يعني نخاف على البلد بجد. نطني، أنا عارف أنت بتخاف على البلد وأنت بتخاف على البلد، لكن لازم نظهر خوفنا على البلد ده. لو 1% خطر، لا يبقى أرجع. تمام؟ أرجو إن احنا نكون متفقين إن احنا لسه ما كملناش ثورتنا وهنكملها، ويعني نقف ورا المجلس العسكري ده في تباطؤ شويه، لا سرع، في خطر، عمل حاجه جزاك الله خيرا شكرا انت كويس، عشان يسرع في التزاماته، ونعمل مجلس شعب وشورى ونعمل انتخابات رئاسه ونخلص، وبعد كده نحمل بقى الدوله الديمقراطيه، نعمل اللي احنا عاوزينه. لكن مش عايزين نبقى تحت حكم عسكري، واحنا مش هنرضى بده ابدا، ورافضين يا جماعه. احنا عملنا ثوره على الحكم العسكري، ما نرجعش نفسنا تاني، ما بخوفش وما بنافقش. أرجو تكون الرسالة وصلت، وما اطولش عليكم، ويا رب نكون ايد واحدة زي ما احنا قلنا، ايد واحدة ايد واحدة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.